النشرة السادسة من قناة النادي الأهلي وإلى العناوين. غالي يغيب عن ودية الأهلي أمام سكر الحومدية. والأهلي يطلب 10,000 مشجع على الأقل في مباراته الأفريقية. وهليل يهدي درع الأهلي لسفير مصر في تونس. أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته عصر اليوم السبت على ملعب مختار التتش بالجزيرة، ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سكر الحومدية غدا في بروفا ودية قبل استئناف الدوري يوم 1 أبريل في الدوري. تأكد غياب حسام غالي لاعب وسط الأهلي عن المباراة الودية لفريق المحدد لها غدا الأحد أمام سكر الحومدية بملعب مختار التتش في الجزيرة. وأكد الجهاز الطبي للأهلي أنه بالرغم من قرب اكتمال جاهزية اللاعب الطبية إلا أنه يشارك تدريجيا في التدريبات الجماعية. وشارك غالي للمرة الأولى في التدريبات الجماعية أمس الجمعة بعد تعافيه من آلام العضلة الخلفية. تلقى الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري تأكيدا من الجهاز الطبي بعدم جاهزية كريم ندفيد لاعب وسط الفريق لمباراة الداخلية في الدوري والمقرر لها أول أبريل المقبل. وأوضح طبيب الأهلي أن ندفيد يعاني من جزع في الرباط الداخلي للركبة، مؤكدا أن مشاركته في مباراة الداخلية غير واردة، حيث يؤدي اللاعب حاليا تدريبات تأهيلية للتخلص من آلام الإصابة. وتعرض لاعب الأهلي لهذه الإصابة أثناء مشاركته مع منتخب الشباب في كأس الأمم الأفريقية في زامبيا مطلع الشهر الجاري. أجرى جونيور أجاي مهاجم الأهلي أشعة على العضلة الخلفية لتحديد مدى استجابته لتدريبات العلاجية وتعافيه من شد العضلة الخلفية وكذلك موعد عودته للتدريبات الجماعية. وكان أجاي تعرض لهذه الإصابة منذ أسبوعين خلال مباراة الذهاب أمام بيدفست الجنوب أفريقي في دور 32 لدوري أبطال أفريقيا. وأشارت التقارير الأولية أن المهاجم النيجيري يحتاج 3 أسابيع على الأقل من أجل التعافي من تمزق العضلة الخلفية والعودة للملاعب. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن عبر الهاتف محمد سعيد مراسل قناة النادي الأهلي. محمد أهلا بيك. اهلا بيكي واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي. محمد احكي لنا شويه عن كواليس التدريب النهارده. التدريب النهارده بدا الساعه 4 العصر في اطار الاستعداد لمباراه الداخليه، خاصه بعد ما تلقى الجهاز الفني الجدول الرسمي لمباريات الدوري العام خلال الفتره القادمه، وتحديدا بدءا من الاسبوع ال21 حتى الاسبوع ال30 من مسابقه الدوري، واولى المباريات امام الداخليه يوم السبت القادم في استئناف او عقب طبعا مباريات المنتخب واستئناف المشوار الجديد للدوري العام. تدريبات النهارده ما اختلفتش كثير عن التدريبات السابقه في ظل النقص العددي الموجود في صفوف الفريق ما بين انضمام 6 لاعبين للمنتخب الاول وانضمام علي معلول للمنتخب التونسي ووجود حوالي 6 أو 5 لاعبين اصابات مختلفه وعدم وجودهم في التدريبات الجماعيه، وبالتالي التدريب اشتمل على وجود 15 لاعب فقط و4 لاعبين مساعدين من قطاع الناشئين، احمد رمضان بيكهام وفوزي حناوي ومحمد حسين عضل واحمد ياسر ريان، بالاضافه الى حراس المرمى الثلاثي طبعا احمد عادل عبد المنعم ومسعد عوض ومحمد الشناوي. وتدريب كان في مجمله تدريب بدني نقدر نقول عليه تراي ماتش او تدريب خفيف
ليله المباراه الوديه التي تقام غدا ان شاء الله عصرا على ملعب مختار التتش امام سكر الحومديه. نعم، طيب محمد احكي لنا شويه عن حاله المصابين. حاله المصابين كما ذكرت فيروز منذ قليل في الاخبار المتعلقه بالنشر، يمكن هناك حوالي 5 لعيبه مصابه. يمكن دي في لازم النهارده احمد حمودي مع صالح جمعه يمكن امتثلوا لتدريبات تاهيليه ولم يشاركوا في التدريبات الجماعيه. ايضا كريم نيدي ومؤمن زكريا يمكن شاركوا في تدريبات بكاريه حول الملعب تحت اشراف طارق عبد العزيز وجونيور أباي، لكن كل هذه الاصابات لم يتحدد بشكل رسمي حتى الان امكانيه دخولهم في التدريبات الجماعيه او موعد وجودهم في التدريبات الجماعيه او موعد اشتراكهم في المباريات الرسميه او حتى المباراه الوديه غدا. لا يتبقى سوى حسام غالي، وكان النهارده شارك في التدريب، لكن بعد ما شارك في التدريب اكتفى تدريبات تاهيليه في الاخر او في ختام هذا التدريب. وبشكل عام يعني عدد المصابين يعني نتمنى ان هم يلحقوا في المباريات الرسميه في ظل ان في ضغط مباريات خلال شهر ابريل القادم. نعم، طيب محمد، هل بدأ يتضح ملامح التشكيل؟ يعني التشكيل الخاص بالمباراه الوديه غدا بشكل كبير ممكن يكون اتضح معاه من خلال التقسيمه اللي اتعملت النهارده. يمكن شفنا كابتن حسام اعتمد في التقسيمه على وجود محمد نجيب ورامي ربيعه في خط الدفاع، خاصه ان وجود احمد حجاز وسعد سمير في المنتخب الاول، ووجود مفيش موجود غير بديل واحد من فريق الشباب محمد حسين عضل. في الجبهه اليوم هيكون باسم علي، في الجبهه اليسرى صابر رحيل، وسط الارتكاز حسام عاشور وعمرو السوليه، امامهم اكرم توفيق، ميدو جابر، عمرو برقاص، وفي الهجوم عماد متعب. وقد تطرا تغييرات بوجود كوليبالي مع عماد متعب في مباريات الغد، وايضا احتماليه وجود عدد من اللاعبين الناشئين احمد رمضان بيكهام او فوزي الحماوي واحمد ياسر ريان ومحمد حسين عضل. نعم، طيب محمد، ايه هو برنامج الفريق حتى اللقاء المقبل للاهلي؟ غدا المباراه الساعه 4 عصرا على ملعب مختار التتش من سكر الحومديه. يوم الاثنين الجهاز الفني اعطى اللاعبين راحه سلبيه، ومن يوم الثلاثاء استعداد خاص لاولى المباريات الرسميه امام الداخليه، ونبدا تدريبات يوم الثلاثاء وبالتالي خلال الايام القادمه تدريبات يوميه صباحيه في اطار الاستعداد. ويوم الجمعه ان شاء الله ستكون التدريبه الاخيره للفريق والدخول في معسكر مغلق لمواجهه الداخليه يوم السبت القادم، خاصه بعد انضمام الدوليين من تدريب الاربعاء القادم بعد مشوار المنتخب اول مباراه الوديه المنتخب اللي هياخدها امام منتخب توجو في اطار الاستعداد للتصفيات الافريقيه. ده البرنامج الخاص بالفريق خلال الفتره القادمه من اجل الاستعداد للاستئناف الدولي في ظل ضغط مباريات خلال شهر ابريل ومايو نتيجه توالي المباريات في الدوري وتاخر انطلاق المسابقه او تاخر استمرار المسابقه في التوقيت الحالي. نعم، محمد سيد مراسل قناه النادي الاهلي، شكرا جزيلا ليك، كنت معنا عبر الهاتف. طلب مسؤولو النادي الاهلي الجهات الامنيه بعقد جلسه خلال الايام المقبله لوضع اليه حضور الجماهير في دور المجموعات ببطوله دوري ابطال افريقيا والمقرر انطلاقه منتصف شهر مايو المقبل عقب القرعه والتي تجري يوم 26 ابريل المقبل. ونجح الاهلي في الصعود لدور المجموعات على حساب بيدفست الجنوب افريقي. وأكد مسؤولو الأهلي أنهم بصدد مطالبة الأمن بحضور 10,000 متفرج لمباريات الفريق الأفريقية كحد أدنى، على أن تقام مباريات الفريق على ملعب السلام والذي يستضيف مباريات الفريق. وإلى قطاع الناشئين، حيث فاز فريق الأهلي مواليد 2001 بقيادة المدير الفني محمد شرف على فريق الإنتاج الحربي ب4 أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب الأهلي في مدينة نصر ضمن منافسات بطولة الجمهورية للناشئين. وسجل أهداف اللقاء بلال محسن هدفين وهدف لكل من عبد الوهاب أحمد أشرف. بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 16 نقطة يتصدر بهم المسابقة بفارق 6 نقاط عن الإنتاج الحربي. أنا الالتزام دايما بتعلم، دايما بتحرك، ببص لقدام، بجري مش بس عشان حياتي
بحب الكورة، بطير بحلمي، وعندي هدف. أنا أنت. وإلى الألعاب الأخرى، حيث عبر طارق خيري المدير الفني لفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي عن سعادته بفوز الفريق على الزمالك في المباراة التي جمعتهما أمس ضمن منافسات الدورة المجمعة لتحديد بطل دوري السوبر للمحترفين. وأكد خيري أن لاعبي الفريق كانوا على قدر المسؤولية ونجحوا في تحدي الصعاب وحققوا فوزا مستحقا على حساب الزمالك. وألمح خيري إلى أن الفوز على الزمالك يمنح اللاعبين دفعة قوية للفوز بلقب دوري السوبر بعد أن توج الفريق بلقبي بطولة أفريقيا ودوري مرتبط. ونطير إلى تونس، حيث قام محمد جمال هليل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة الطائرة رجال في تونس بإهداء درع النادي الأهلي إلى نبيل الحبشي سفير مصر في تونس، تقديرا للجهود الكبيرة والتي يقوم بها لتذليل كافة الصعوبات أمام الفريق. وكان هليل قد أهدى سفير المصري في تونس درع النادي على هامش حفل العشاء والذي أقامه السفير لبعثة النادي والمشاركة في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة للأندية أبطال الدوري، والتي يستضيفها نادي الترجي وتختتم يوم الثلاثاء القادم. كما قام هليل بإهداء درع النادي إلى كل من رشا الدياسطي القنصل المصري في تونس وأحمد سمير رئيس الجالية المصرية في تونس ورئيس جمعية الصداقة المصرية التونسية. أبدى محمد جمال هليل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة الطائرة رجال في تونس اعتزازه وتقديره للسفير نبيل الحبشي سفير مصر في تونس، وذلك بعد الدور الكبير والذي قام به مع البعثة خلال تواجدها في تونس. وقال هليل على هامش حفل العشاء والذي أقامه الحبشي في منزله لبعثة الأهلي أن سفير كان له دور كبير في تذليل كافة الصعوبات أمام بعثة الأهلي. وأوضح رئيس البعثة أن إهداءه درع الأهلي إلى السفير المصري أقل تقدير على الجهود والخدمات والتي قدمها لبعثة الفريق. يستكمل الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي باقي مبارياته في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري والمقامة حاليا في تونس على صالة محمد الزواوي بنادي الترجي مستضيف البطولة. وكانت الصالة قد شهدت حريقا محدودا خلال مباراة الترجي والنجم الساحلي بدور الثمانية، وفكرت اللجنة المنظمة في نقل المباريات إلى صالة بن عروس، إلا أن الاتحاد الأفريقي للعبة برئاسة عمرو علوني ومدير الاتحاد هويدا مندي بذلا جهودا كبيرة مع اللجنة المنظمة لإصلاح التلف بالملعب واستكمال باقي مباريات البطولة عليه بدلا من نقلها لملعب آخر.
يختتم الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بنادي الأهلي مساء اليوم استعداداته لمباراة نصف النهائي ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري أمام فريق برج بوعريريج الجزائري، والمقرر لها غدا الأحد على صالة محمد الزواوي. ويقوم الكابتن محمد مصلحي المدير الفني للفريق بتدريب اللاعبين على الخطة والتي سيخوض بها اللقاء، بالإضافة للتركيز على مهارتي الإرسال والاستقبال. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الآن أحمد حسين الصحفي في الموقع الرسمي للنادي الأهلي. أستاذ أحمد أهلا بيك. اهلا بك يا فاروز وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. أستاذ أحمد في البداية طمنا على البعثة. والله هو الاستعدادات لمباراه برج بوعريريج الجزائري بتسير بشكل كويس جدا. الفريق امبارح قدم مرانه على صاله سعديه بمدينه سيدي بوسعيد، والكابتن ميدو عمل جلسه سريعه مع اللاعبين، اتكلم معاهم عن الماتش وعلى اهميه المباراه، وان احنا الفريق يعني لازم يركز في مواجهه نصف النهائي ويبعد خالص تماما تفكيره عن مباراه النهائي. زي ما انت عارفه النجم الساحلي كسب الترجي التونسي في دور الثمانيه، وهيقابل فريق السواحلي الليبي، ويعتبر النجم الساحلي هو المرشح الابرز يعني للصعود للمباراه النهائيه. فالكابتن ميدو حرص على ان هو يحذر اللعيبه تماما من التفكير في الماتش النهائي والتركيز على مباراه بكره امام الفريق الجزائري. النهارده وحاليا وانا بكلمك النادي الاهلي بيختتم تدريباته على صاله سيدي بوسعيد دلوقتي، المران شغال. الصبح كان في محاضره بالفيديو الكابتن ميدو عملها مع اللعيبه، عرض فيها بعض نقاطات لمباريات الفريق الجزائري في البطوله، وركز على نقاط القوه والضعف في الفريق الجزائري وشرحها للعيبه بشكل كويس جدا. وفي التدريب النهارده كان في تطبيق عملي على المحاضره اللي بالفيديو اللي كانت الصبح، وفهم اللعيبه ايه نقاط القوه والضعف في الفريق التونسي والفريق الجزائري وازاي نتعامل معاها. نعم. طيب استاذ احمد، فريق برج بوعريريج اللي هيلاقيه بكره فريق الاهلي في نصف النهائي، هل يعتبر من الفرق القويه؟ هل يشكل اي خطوره على الاهلي؟ هو وفقا يعني لمبارياته في البطوله ورؤيه كابتن ميدو للفريق الجزائري، هو فريق يعني اعمار اللاعبين بتتعدى يعني من سن ال 30 فيما فوق. فريق بيتمتع بالخبره، بيعرف ازاي يتعامل مع المباريات، ولكن في المجمل النادي الاهلي هو الاعلى فنيا وبدنيا. في مجمل الاداء النادي الاهلي هو الاعلى فنيا وبدنيا ومن افضل الفرق اللي ادت في البطوله، وده كان بشهاده جميع المدربين وكل الخبراء اللي تابعوا البطوله. فرص النادي الاهلي غدا ان شاء الله هي الافضل والاكثر، النادي الاهلي هو الاكثر حظا للتاهل للمباراه النهائيه. الموضوع بس محتاج حبه تركيز من اللعيبه وانهم ياخدوا المباراه بجديه، ما يفكروش في الماتش النهائي، وان شاء الله الفوز هيكون من حليف النادي الاهلي بكره باذن الله. نعم. طيب استاذ احمد، معايا هنا خبر بيقول ان اللجنه كانت فكرت في نقل المباريات لصاله بن عروس، لان الاتحاد الافريقي للعبه برئاسه عمرو علوني بذلوا جهود كبيره مع اللجنه المنظمه لاصلاح التلف اللي كان في الملعب. ايه كان سبب الحريق المحدود اللي حصل؟ بالظبط يا فاروس، هو كان زي حريق محدود حصل كان في نهايه مباراه الترجي والنجم الساحلي في دور الثمانيه. بعض الجماهير كانت القت شماريخ على اسلاك كهربائيه في الملعب. حصل حريق محدود في الصاله، وكان في كلام ان الحريق يعني الاسلاك اللي باظت مش هيتم اصلاحها بشكل سريع وهتتنقل المباريات لصاله بن عروس، ولكن الاتحاد الافريقي رفض هذا الامر وصمم على ان اللجنه المنظمه والنادي الترجي يعني ينهوا الاصلاحات بشكل سريع جدا، بحيث ان الملعب او صاله الزواوي تستضيف باقي المباريات دور النصف النهائي والنهائي، وده اللي حصل فعلا. والنادي الاهلي ان شاء الله هيخوض مباراته باذن الله بكره امام اهلي بوعريريج على صاله الزواوي، وان شاء الله يتاهل الدور النهائي، هيخوض المباراه النهائيه على صاله الزواوي. شكرا ليك جدا الاستاذ احمد حسين الصحفي في الموقع الرسمي للنادي الاهلي، شكرا جزيلا ليك، كنت معانا عبر الهاتف من تونس. وما زلنا في تونس، حيث يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة الطائرة رجال بنادي الأهلي بقيادة الكابتن محمد مصلحي محاضرة بالفيديو مع لاعبي الفريق مساء اليوم لمواجهة فريق برج بوعريريج الجزائري، والمقرر لها غدا الأحد.
ويقوم الجهاز الفني بعرض بعض اللقطات الخاصة بمباريات فريق برج بارليج الجزائري خلال البطولة لشرح نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس، كما يقوم مسلحي بعرض بعض اللقطات الخاصة بمباريات الأهلي لتصحيح أخطاء اللاعبين وشرح دور كل لاعب خلال المباراة. يواجه الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي فريق هليوبلس في 8 مساء اليوم على صالة اتحاد الشرطة ضمن منافسات الدور الثاني للدوري. ويسعى حمدي الصافي المدير الفني لفريق الأهلي للفوز بالمباراة ومواصلة انتصاراته في الدوري، حيث يتصدر الأهلي جدول الدوري بعد فوزه في جميع مبارياته، ويسير الفريق الأحمر بخطوات ثابتة نحو تحقيق اللقب. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الكابتن حمدي صافي المدير الفني لفريق الطايرة سيدات بالأهلي. كابتن حمدي أهلا بيك. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ اهلا. الحمد لله. كابتن حمدي، في البداية احكي لنا شوية عن استعدادات الفريق لمواجهة هليوبلس النهارده. والله مباراة هليوبلس طبعا مباراة مهمة بالنسبة لنا، لأن هي مباراة مشوار الدوري، يهمنا إن احنا نفوز بيها وبالثلاث نقاط بتوع المباراة لمواصلة تصدر الدوري. هيبقى فاضل لنا بعدها 4 مباريات إن شاء الله بإذن الله. لو قدرنا نفوز ب3 مباريات منهم بنسبة كبيرة يبقى حسمنا أكثر من 90% حسمنا بطولة الدوري بإذن الله. طيب كابتن حمدي، إيه رأيك في شكل المنافسة في الدوري السنة دي؟ والله الدوري السنة دي طبعا يعتبر قوي، في فرق ظهرت بمستوى طيب زي فريق سبورتنج، فريق الشمس، فريق سموحه، فكان في منافسه طبعا من اكثر من فريق معانا في النهائيات. فريق متولي فين؟ نعم كابتن حمدي. تمام معاك. ايوه. طيب كابتن حمدي، من الفرق دي اللي ذكرتها سبورتنج، سموحه، فريق الشمس، مين فيهم ممكن نقول انه بيشكل خطوره على الاهلي؟ والله طبعا فريق الشمس يعتبر المنافس الرئيسي بتاعنا، بس احنا فوزنا عليهم في المباراه الاولى 3-0 وبعدنا عنهم ب3 نقاط، بالاضافه لان هم خسروا شوط في مباراه امس امام سبورتنج. فاعتقد ان شاء الله باذن الله ان احنا ممكن نحسم بطوله الدوري قبل المواجهه الثانيه مع فريق الشمس في نهايه الدوري ان شاء الله باذن الله. طيب كابتن حمدي، احكي لي شويه عن مباراه الاهلي والزمالك في كاس مصر. طبعا استعداد مباراه الاهلي والزمالك جايه طبعا في الدور قبل النهائي كاس مصر. هنكون احنا متواجدين في معسكر ان شاء الله بدايه من يوم الاثنين استعدادا للبطوله الافريقيه، فدي فرصه ان شاء الله باذن الله ان بطوله الكاس تبقى حافز لينا وتم استعدادنا للبطوله الافريقيه باذن الله، نفرح جمهورنا ببطوله الكاس قبل ما نسافر افريقيا، وتبقى فرصه لرفع معنويات الفريق قبل السفر باحراز بطوله. وهيبقى طبعا في تركيز في المعسكر بالاضافه لتركيز على الكاس، هيبقى التركيز الاكبر والشغل الاكبر على بطوله افريقيا باذن الله، ان احنا بيبقى استعداد قوي لبطوله افريقيا باذن الله. باذن الله. كابتن حمدي الصافي المدير الفني للفريق الاول لكره الطائره سيدات بالنادي الاهلي، شكرا جزيلا ليك، كنت معانا عبر وعد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني الثنائي عمرو طارق مدافع إنبي وأمير عادل صانع ألعاب في برج الدنماركي بالمشاركة أمام توجو الثلاثاء المقبل في إطار استعدادات منتخب مصر لمواجهة تونس في تصفيات أفريقيا 2019 بالكاميرون. وطلب كوبر من الثنائي التركيز في التدريبات من أجل استغلال الفرصة، خاصة وأنه سيكون من الصعب منحهما فرصة جديدة في ظل ضغط مباريات الدوري وضيق الوقت وصعوبة توقف الدوري مجددا قبل مواجهة تونس. سمح هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني لمحمد صلاح نجم روما الإيطالي ومنتخب مصر
بمغادرة فندق المنتخب لحضور جنازة والد زوجته مساء اليوم بمحافظة الغربية. وكان صلاح قد انتظم في معسكر الفراعنة منذ قليل قبل أن يتلقى خبر وفاة والد زوجته ليطلب السفر إلى الغربية وحضور الجنازة على أن يعود غدا إلى المعسكر ويشارك في التدريبات. أكيد تعزينا الحارة لنجم المنتخب ونجم روما. وبالعودة للأخبار من جديد، اعتذر أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن حضور المباراة الودية بين منتخبي مصر وتوجو يوم الثلاثاء المقبل ببرج العرب بالإسكندرية، بعدما وجه له هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الدعوة لحضور المباراة. ويتواجد رئيس الكاف حاليا في القاهرة في أول زيارة له عقب الفوز برئاسة الكاف على حساب عيسى حياته الرئيس السابق. رفض هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني طلب نظيره جلال الدمجة المدير الفني للمنتخب الليبي بإقامة مباراة ودية بين منتخبي مصر وليبيا في مايو المقبل بالقاهرة. وكان المدير الفني للمنتخب الليبي عرض على المنتخب مواجهة الفراعنة وديا في مايو أو يونيو المقبلين، لكن الجهاز الفني واتحاد الكرة رفضا الأمر بسبب ضيق الوقت وضغط مباريات الدوري. يذكر أن منتخب ليبيا خاض تجربة ودية أمام توجو أمس ببرج العرب وانتهت بالتعادل السلبي. فاصل قصير ونعود إلى جولة في الملاعب العالمية. حصل محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني والمحترف ضمن صفوف روما على لقب أفضل لاعب أفريقي في الجولة 29 بالدوري الإيطالي. وقاد صلاح الجيلاروسي للفوز على ساسولو ب3 أهداف لهدف، وتمكن بيكاسو مصر من تسجيل هدف وصناعة الآخر ليساعد فريق العاصمة على حصد نقاط المباراة ويحصل على لقب الأفضل في استفتاء موقع ستار أفريكا. وحصل الغاني أفرياكوا لاعب وسط تورينو على لقب ثاني أفضل لاعب أفريقي بالجولة 29 من الكالتشي. دخل خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الأسبق للأهلي دائرة المرشحين لتولي تدريب منتخب الجزائر وفقا لقائمة نشرتها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية. وأشارت الصحيفة إلى أن جاريدو بات من المرشحين لتولي ثعالب الصحراء بفضل خبرته في أفريقيا خلال تجربته القصيرة مع الأهلي، والتي قاده فيها للتتويج بلقب كاس الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه عام 2014. وتضم القائمة أيضا أسماء من العيار الثقيل مثل الإيطالي كلاوديو رانييري المدير الفني السابق لليستر سيتي والذي قاده لتتويج الإعجازي بلقب الدوري الإنجليزي لأول مرة في تاريخه الموسم الماضي. كما تضم القائمة أيضا النجم الجزائري جمال بالماضي والذي قاد فريق لخويا للفوز بالدوري القطري، وريني جيرارد مدرب نانت السابق، وخوان دي راموس مدرب ريال مدريد وإشبيليا السابق. قرر نادي ريال مدريد الإسباني تقديم عقد جديد لإسكو ألاركون لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
وينتهي تعاقد اسكو مع الريال في صيف 2018. وانتشرت أنباء حول رغبة برشلونة الإسباني في الحصول على خدماته، مما دفع إدارة الملكي لتقديم عقد جديد للاعب. وقرر الريال تقديم عرضا جديدا للاعب لمدة 6 سنوات مقبلة مقابل حصوله على 6 ملايين يورو سنويا، وفقا لما ورد عن صحيفة ماركا الإسبانية. نفى نادي برشلونة الإسباني رغبته في التعاقد مع إرنستو فالفيردي المدير الفني لأتلانتيك بيلياو الإسباني لقيادة الفريق خلفا للويس أنريكي مدرب العملاق الكتالوني، والذي قرر الرحيل بنهاية الموسم الحالي. وقالت بارسا في بيان رسمي: ننفي بشكل قاطع الأنباء والتي انتشرت حول رغبتنا في التعاقد مع فالفيردي. وحدد البارسا مجموعة من الأسماء للتعاقد مع أحدهم، يأتي في مقدمة تلك الأسماء ماوريسيو بوكيتينيو مدرب توتنهام الإنجليزي، وخوان كارلوس أونزوي مساعد أنريكي وفالفيردي. أحيا نادي برشلونة الإسباني اليوم السبت ذكرى وفاة الأسطورة الهولندية يوهان كرويف، وقرر إطلاق اسمه على ملعب فريق تحت 12 عام بالنادي. وتحل اليوم الذكرى الأولى لوفاة الأسطورة الهولندية. وقال جوزيف ماريا باروتوميو رئيس البارسا في تصريحاته خلال حفل تأبين كرويف: شكرا لكل من أتى لهذا الحفل التكريمي لأسطورتنا يوهان كرويف. وأضاف: كرويف غير تاريخ النادي كلاعب وكمدرب، وغير كرة القدم. وتحدثنا مع عائلة يوهان وقررنا اليوم إعلان أننا سنسمي الملعب الجديد والذي نقوم ببنائه مبنى ستاديوم للصغار باسم يوهان كرويف. وتابع: سنقوم ببناء تمثال ليوهان كرويف في كامب نو الجديد والذي نقوم ببنائه. منح نادي انتر الإيطالي الكرواتي إيفان بيريسيتش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الضوء الأخضر بالرحيل عن صفوف النيراتزوري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ويرغب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في الحصول على خدمات اللاعب بداية من الصيف المقبل. وتواجد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للشياطين الحمر في مباراة كرواتيا وأوكرانيا بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم لمتابعة اللاعب. وحدد انتر 60 مليون يورو للتخلي عن خدمات اللاعب في الصيف المقبل، وفقا لما ورد عن شبكة فوتبول إيطاليا. وإلى متابعة أخبار نادي الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية. من الأهرام سبورت: الجهاز الطبي للأهلي يحذر من مشاركة وليد سليمان أمام الداخلية. ومن الوطن سبورت: البدري يحذر التوفيق من الكلام عن الاحتراف.
من اليوم السابع الأهلي يطالب الأمن بحضور 10,000 متفرج في مبارياته الأفريقية كحد أدنى. ومن فيتو ندفيد يغيب عن لقاء الأهلي أمام الداخلية بالدوري. أما من كورابيا فغالي خارج ودية الحومدية والأهلي يكشف موقف ندفيد من مباراة الداخلية. ومن الأهلي دوت كوم إصابة أحمد حمدي واللاعب يغيب 3 أسابيع. وأخيرا من مصر العربية أشعت سونار لجونيور أجاييه بسبب الإصابة. وفي ختام نشرتنا الإخبارية مع فقرة زي النهارده في 25 مارس من عام 2010 الأهلي يفوز على إنبي 2-1 في الدوري. المباراة أقيمت على ملعب المقاولون العرب، أحرز هدفها الأهلي محمد أبو تريكة بينما أحرز هدف إنبي محمد رجب. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار السادسة من قناة النادي الأهلي. دمتم في أمان الله.